ملاك جالها تليفون وواحدة بتقول لها جوزك مش بيحبك زي ما انت فاكرة، لو مش مصدقاني روحي عمارة رقم كذا وشقة رقم كذا. ملاك راحت على المكان لكن اتصدمت لما شافت قاسي نازل من العربية وطالع فعلا العمارة. ملاك دموعها نزلت وقلبها دق بسرعة. طلعت وراه بدقايق ورنت على الجرس وهي بتدعي ربنا ان كل ده يطلع كده. لكن اتصدمت من اللي شافته. سوزان هي اللي فتحت الباب وهي بتقولها بتوتر: ملاك ملاك. ملاك زقت سوزان جامد ودخلت الشقة لكن اتصدمت من اللي لقيته. لقت قاضي قاعد وفي ازازة خمر على الترابيزة واغاني شغالة. ملاك قربت منه وهو سكران وضربته بالقلم جامد وهي بتقوله: يا حقير يا غشاش يا خاين، يا حقير يا غشاش يا خاين. ملاك سابته وجريت وهي بتعيط. قاسي قام وراها وهو بيجري وراها وبيقول لها: ملاك ملاك اسمعيني، انتي فاهمة غلط، استني بس يا ملاك، استني بس يا ملاك. لكن ملاك ما كانتش بترد عليه وسابته ومشيت وراحت على القصر ودموعها نازلة جدا، نازلة بقهر. افتكرت انها خلاص استريحت وهيعيشوا حياة سعيدة لكن للأسف اللي حصل غير كده. ملاك دخلت والكل بصلها بقلق من منظرها لكن طلعت على الجناح بتاعها بسرعة. تحت كان جمال بيقول بخوف على بنته: ملاك مالها فيه ايه؟ عاطف باستغراب وقلق مش عارف فيه ايه. قطع كلامهم دخول قاسي وهو بيقول: ملاك فين؟ ملاك فين؟ جمال بقلق وفوق وكان بتعيط: هو فيه ايه؟ قاسي قال لجمال بكل برود وجمود: علشان اتجوزت. جمال وعاطف بصدمة: اتجوزت؟ اتجوزت على مين؟ على مراتك؟ على بنتي؟ انت بتهزر؟ وقعد يزعق فيه جامد. قال له: اه اتجوزت بكل برود. لكن هو للأسف كان زعلان على ملاك بس هو كان بيتكلم بصدمة. جمال قرب من قاسي وهو بيمسك في هدومه بيقول له: بقى انت تتجوز على بنتي؟ دي الأمانة اللي قلتلك حافظ عليها. عاطف قال له: طالما اتجوزت لازمتها ايه انك متمسك بملاك وكنت رافض تطلقها؟ رد، انا عايزك تطلق بنتي دلوقتي حالا. قاسي ببرود شال ايده وهو بيقول له: اعصابك يا عمي، وبعدين الشرع محل الاربعة، وانا بحب ملاك وبحب برضه سوزان. عاطف قرب منه وهو بيضربه قلم قوي جدا وهو بيقول له: انت عارف انت بتقول ايه؟ انت اتجوزت على مين؟ انت اتجوزت على بنت عمك، اتجوزت على ملاك بنت عمك وحبيبة عمرك اللي قعدت في المصحة سنة علشان تتعالج من حبها لما ماتت. لما عرفت ان هي ماتت، مجرد عرفت انها ماتت، ما بالك ان هي عايشة معاك، ازاي تتجوز عليها؟ طبعا ما كانوش عارفين يلايموا الدور ازاي، ما كانوش عارفين يعملوا ايه، لان قاسي عمل حاجة لا توقعها جمال ولا توقعها عاطف. عاطف نزل ضرب جامد في قاسي وهو مش عارف يعمل ايه ولا بيقول له ايه. لكن هو قال له: دي ملاك، دي ملاك اللي كنت رافض تطلقها وزعقت معانا علشانها. دي ملاك اللي اول ما عرفت انها بنت عمك وحبيبتك طرت من الفرحة. ما ترد، رد عليا، رد قول لي انت عملت كده ليه؟ هي دي تربيتي فيك؟ هو ده اللي انا ربيتهولك؟ هو ده اللي انا ربيتك عليه؟ ما ترد يا قاسي، رد، فهمنا ايه اللي حصل يا ابني، فهمنا، دي بنت عمك ودي حبيبتك، ازاي تعمل فيها كده؟ قاسي ببرود خالص: عن اذنكم انا طالع لمراتي. عاطف بصدمة: ايه البجاحة دي؟ وكمان مش عامل احترام ليا ولا لكلامي. قاسي طلع ومردش على حد. قاسي راح لملاك على الجناح وأول ما دخل الجناح اتصدم من شكل ملاك اللي كانت منهارة من العياط ومنكمشة في نفسها. قاسي بصلها ببرود وهو بيقول لها: على فكرة أنا ما كنتش بخونك، أنا كنت عند مراتي التانية. ملاك بصت له بصدمة وهي بتقول له: مراتك؟ أنت بتقول إيه يا مراتك؟ قاسي بصلها ببرود وقسوة وهو بيقول لها: الشرع محل الأربعة، إيه كفرت؟ ملاك بذهول: لا ما كفرتش، ما كفرتش يا سيدي، بس انا من حقي ان انا اعرف ليه. طيب ليه مثلت عليا انك بتحبني؟ ليه مثلت عليا كده؟ حرام عليك، انا كمان حبيتك. لكن دلوقتي انا بكرهك، بكرهك يا قاسي، بكرهك، بكرهك. وانهارت من العياط. قاسي بصلها بحزن ودخل البلكونه وهو بيقول بحزن وتعب: نفست وقفل السكه. قاسي دخل وهو بيقول: من بكره سوزان هتيجي تعيش معانا هنا. ملاك بصت له بتعب وهي بتقول له: طلقني يا قاسي، طلقني واعمل اللي انت عاوزه. قاسي ببرود: طلاق مش هطلق، وخرج من الأوضة وسابها. بعد فترة رجع الأوضة لكن اتصدم لما لقى ملاك كانت جايبة مقص وعمالة تقص جامد في شعرها بطريقة مفزعة وتعيط بطريقة هستيرية. وقاسي جري عليها بخوف وهو بيقول لها: بتعملي ايه يا مجنونة؟ سيبي المقص من ايدك، انت بتعملي ايه؟ ملاك وهي بتلطم وتشد في شعرها: ابعد عني، ابعد عني، انا بكرهك يا قاسي، بكرهك يا قاسي، ابعد عني، بكرهك، انت فاهم؟ انا بكرهك. قاسي أخدها في حضنه بالعافية وهو بيحاول يهديها لكن ملاك كانت في حالة لا يرثى لها. ملاك وهي بتعيط: مش انت متجوز؟ مش انت متجوز عليا؟ عاوز مني ايه؟ روح لمراتك التانية، روح وطلقني يا قاسي، انا بكرهك، روح وطلقني، بكرهك يا قاسي، بكرهك يا قاسي.
قاسي بغضب: بصي بقى، هي كلمة بكرهك وطلقني اللي بنا ببقك كل شوية تقوليها لي ملاك طلاق مش هطلق وكرهيني زي ما انت عاوزة. انا ما عملتش حاجة حرام، انا اتجوزت على سنة الله ورسوله، ما عملتش حاجة تغضب ربنا والشرع محل ليا أربعة. ملاك بصت له بصدمة وهي بتقول له: من امتى يا قاسم وانت بالقسوة والجحود ده؟ رد عليا، قلبك راح فين؟ قاسم بكل برود: ما عنديش قلب. ليه دايما بتعاملوني كده؟ امي ماتت وانا طفل 10 سنين، وابويا فضل شغله عليا، والبنت اللي بحبها تموت واتعالج في مصحة سنة، ولما جيت احب تاني طلعت خاين ورخيص. قاسي قعد على ركبه ودموعه نازلة بغزارة وهو بيقول: مسميش قاسي، اسمي قاسم، لكن من كتر القسوة اللي شفتها بقيت اسمي قاسي. ملاك بصت له بدموع وهي بتطبطب عليه وهي بتقول له: اهدى اهدى علشان خاطري، انا مش مستعدة اخسرك يا قاسي. اهدى، انا خسرت ناس كتير في حياتي، مش عايزة اخسرك. قاسي بصلها بهدوء وطلع من الأوضة ونزل الجنينة وهو بيتمشى فيها بتعب. عدى اليوم وجه يوم تاني. ملاك صحيت بنشاط واتوضت وصلت وقرأت قرآن ونزلت تحت. كانت العيلة كلها بتفطر. قطع فطارهم دخول سوزان وهي بتقول بمياع هاي، وجريت على قاسي وبتحضنه وبتبص الملاك بمكر وهو بيقول: وحشتيني يا بيبي، يا بنت هجيبك من شعرك. ملاك بصت لهم بدموع وهي بتقول: انا شبعت. قاسي بصلها وهو بيقول لها: انتي كلتي اصلا؟ سوزان قالت: ما تغصبش عليها يا بيبي، ما تغصبش عليها يا روحي، براحتها. قاسي بص لسوزان بغضب وملاك قالت: اسمع كلامها يا قاسي. ملاك طلعت وسوزان قعدت تاكل ببرود ومحدش من العيلة طايقها. ملاك كانت بتتكلم في التليفون بهمس وهي بتقول: تعالى انت بس وما تقلقش يا حبيبي، قاسي هيسافر كمان 3 ايام، مش كفاية انه اتجوز عليا؟ بس سيبك انت وحشتني قوي قوي قوي. قاسي بغضب وعيون حمرا: بتتكلمي مين يا زبالة؟ طالما انت مدوراها امال عايشة في دور الخضرة الشريفة ليه؟ ملاك بخضها والتليفون وقع من ايديها. قاسي قاسي انت فاهم غلط، والله فاهم غلط. قاسي بغضب: فاهم غلط يا زبالة؟ يا زبالة ليه بتعملي كده؟ قاسي شدها من شعرها جامد وهو بيقول لها: مين ده؟ انطقي بدل ما موتك في حياة، انطقي انطقي يا زبالة، انطقي، مين ده؟ ملاك بتوتر ودموع: قاسي قاسي والله انت فاهم غلط، صدقني انا مش كده، والله مش كده. قاسي ضربها بالقلم وهو بيقول لها: طلعتي رخيصة زيهم، طلعتي رخيصة زيهم، وعمال يضرب فيها جامد وهو مش حاسس بنفسه. بس هي يا عيني من كتر الخوف والتوتر عمالة كل اللي عليها تقول له: انا والله مش كده، مش كده يا قاسي، والله مش كده. ملاك بصت لقاسي بعياط وهي بتقول: بكرة تفهم يا قاسي، بكرة تفهم. قاسي بصلها باستحقار وهو بيقول بحزن: يا خسارة يا ملاك، يا خسارة، يا خسارة ويا ألف يا خسارة، كنت فاكرك حاجة وبقيتي حاجة تانية خالص. قاسي طلع من الأوضة وملاك قعدت على الأرض وهي عمالة تعيط وتصرخ بانهيار وتشد في شعرها بعنف. ملاك رنت على شخص وهي بتقول: تعالى حالا أنا محتاجاك، وقفلت السكة. عند قاسي ما كانش عارف يروح فين ويجي منين، كان حاسس نفسه تايه. راح لمكانه المفضل وهو البحر وهو قاعد عليه بهدوء، دموعه نازلة بطريقة رهيبة، دموعه نازلة في صمت غريب، وهو قاعد باصص للبحر كده وكان شارد فيه وهو بيفتكر اللي حصل كله. فلاش باك. قاسي: بحب سوزان، انا بحبك وما اقدرش ابعد عنك، تقبلي تتجوزيني؟ سوزان بحب زائف: اه طبعا، وانا كمان بحبك بس بشرط. واكملت شروطها بكل طمع: انا طلباتي صعبة، يعني عايزة شبكة تكون الماظ واخد مهر 5 مليون جنيه. واخدين بالكم الموضوع ده؟ 5 مليون جنيه والماظ. قال لها: يا بنت المفترية، ايه كنت صنعة فين يعني؟ وشبكة الماظ ليه مصنوعة من ذهب؟ يا شيخة روحي كده، روحي استحمي الاول. قاسي بحبه: مفيش اي حاجة تغلى عليكي، انا موافق. سوزان بطمع: تمام ماشي يا حبيبي، تمام. قاسي راح ليها تاني يوم يعمل ليها مفاجأة. فتح باب الشقة بالنسخة اللي معاه. سوزان كانت مدياهوله لكن اتصدم لما سمع صوت ضحك عالي. قرب شوية لكن تجمد مكانه. صاحب عمره مع حبيبته وهي بتقوله: هبيعه اللي وراه واللي قدامه وهيبقى على الحديدة ونتجوز بقى ونسافر. كمال بحب: يا ريت انت ما تعرفيش انا بكرهه ازاي ونفسي اخلص منه. قاسي دخل عليهم وهو بيقول: يا زبالة، يا زبالة، بقى بتغفلوني يا بنت قاسي بص لكمال بصدمة وهو بيقول له: بقى انت صاحب عمري، انت انت صدمة عمري كلها، مش صاحب عمري. كمال بكره وغل: اه بكرهك، بكرهك يا قاسي، بكرهك، بكره كل حاجة ليك، انت ليه وانا لأ ليه؟ كل الحب ليك وانا لأ ليه؟ كل الاهتمام ليك وانا لأ ليه؟ قولي لأ ليه؟ انا بكرهك، بكرهك يا قاسي، بكرهك وعمري ما حبيتك.
قاسي بصلهم بصدمة وخرج من المكان بهدوء، راح على البحر وهو دموعه بتنزل بصدمة على صاحب عمره وحبيبته. كانت صدمته كبيرة بالنسبة لأي حد، كانت صدمة كبيرة، صاحبه وحبيبته كمان. قاسي ساعتها بقى اسمه قاسي وبقى يتعامل بجفاف وقسوة. وهنا قاسي فاق لنفسه مرة واحدة، فاق من ذكرياته وهو بيمسح دموعه اللي نزلت منه غصب عنه، وبيفكر هيعمل ايه في موضوع ملاك وسوزان اللي وراها حكاية كبيرة. قاسي ركب العربية وطلع بيها على القصر، لكن لاحظ صوت في الحديقة الخلفية. مشي شوية لكن اتصدم لما شاف ملاك حضنة واحد وهي بتقوله: أنا هتطلق من قاسي وهسافر معاك. انزلوا يلا حالا في الكومنتات توقعوا مين الشخص ده، واستنوني الحلقات الجاية، ومع السلامة. بس قبل ما اقول مع السلامة متنسوش اللايك علشان ترفعوا معايا القناة، وما تنسوش كمان الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجاية، وما تنسوش تنزلوا حالا في الكومنتات تصلوا على النبي. مع السلامة.